ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. وصفة النهاردة وصفة سريعة جدا، الكبسة السعودي. بصوا طعمها خطير، انا اول مرة في حياتي اعملها، بس بصراحة انبهرت بالطعم. وعملت معاها بقى سلطة الدقوس، اكلة تخلص معاكي في ساعة. تعالوا مع بعض بقى هنشوف هنعمل ايه. جبت حلة حطيتها على النار وحطيتها فيها معلقة كبيرة من السمنة وحوالي 3 معالق من الزيت، وحطيت لومي وحبهان وقرفة وورق لورا. شوحتهم شوية كده، وأول ما الريحة طلعت رحت نازلة عليهم ببصلة كبيرة مبشورة. أول ما البصلة اصفرت معايا نزلت عليها بطماطميتين مبشورين، قلبتهم كويس كده مع بعض، ونزلت بالفراخ بتاعتي. حابة الفراخ تخليها نصين كان بها، مش حباها عايزاها اربع، أنا كنت مقطعاها 8. فرحت حطاها كده وما قلبتش. حطيت البهارات بتاعتي واللي هي عبارة عن ملح، فلفل اسود، جنزبيل، بهارات فراخ، وكركم. طبعا هسيبها كده دقيقتين، وبعد كده ابتدي اقلب زي ما انتوا شايفين. اول ما الاقي خلاص ان الطماطم كده لونها ابتدى يغير معايا، هنزل على طول بالميه المغليه بتاعتي علشان ابتدي اسلق الفراخ بتاعتي في التحابيش الحلوه اللي احنا حطيناها دي بقى، وتاخد من طعم البهارات اللي احنا حاطينها. اهم حاجه زي ما قلت البهارات، جنزبيل، كركم، فلفل اسود، وملح وبهارات فراخ. هقلب تقليبه سريعه واسيب الفراخ بتاعتي لغايه لما تستوي خالص. كده الفراخ بتاعتي خلاص استوت زي ما انتوا شايفين. هصفي الفراخ كده واطلعها في صينيه عشان ادخلها الفرن تتحمر معايا. اروح مطلعاها كده، واهم حاجه ما احاولش اخد البصل والطماطم اللي موجودين، لا انا عايزاهم علشان يدوا طعم للرز. هنا بقى ببخاخ كده الزيت او بالفرشه، هرش كده بخيتين من الزيت، وافتح الشوايه بتاعتي واروح مدخله الفراخ جوه علشان تتحمر. هكون بقى مجهزه نص كيلو من الرز البسمتي الذهبي، هغسله كويس جدا واروح منزلاه في الشوربه اللي احنا عاملينها دي. وفي تركايه مهمه نهتم بيها يا جماعه عشان الرز ما يعجنش معاكي. انا قلبت كده زي ما انتوا شايفين، والنار بتاعتي عاليه، وهسيب لغايه ميه ما تقعد تغلي كده. واول ما الاقي الرز بتاعي ابتدى يظهر هروح مقلبه تقليبه سريعه، واغطي الرز بتاعي واسيبه لغايه لما يتشرب. اول ما يتشرب هروح موطيه النار ونازله بجزره مبشوره زي ما انتوا شايفين، وهدي تقليبه سريعه كده. اكون بقى مطيه النار على الهادي خالص كده شمعه، واروح قافله الغطا الحله بتاعي لغايه لما الرز بتاعي يستوي. هنعمل سلطه الدقوس. جبت 3-4 طماطميات على حسب العدد عندكم قد ايه، واحط معاهم 3 فصوص من الثوم، وكانش عندي كزبره فريش فحطيت من الفروزن اللي موجوده عندي، وملح وليمون وخل. الخل بيكون نص كميه الليمون، وحبه ميه بس عشان اخلي الخلاط يشتغل. هضرب الحاجات دي كده كلها مع بعض. وانا نسيت طبعا احط حاجه مهمه اللي هو الفلفل، فرحت موقفه كده ورحت حاطه قرن فلفل كده، وهضربه ضربه سريعه، وتبقى معايا احلى سلطه دقوس للكبسه. هصبها في الطبق بتاعي كده، وابتدي بقى اجيب الصينيه اللي احنا هنقدم فيها الكبسه بتاعتي. احط الصينيه كده او طبق التقديم، واديني طلعت الفراخ من الفرن. اطلع بقى كده، بصوا تقليبه سريعه للرز كده، واروح قلباه بقى في الصينيه او في طبق التقديم، واوزع الفراخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. ريحه الرز خطيره تحفه، ولا حطينا بهارات كتير ولا هنغير طعمه، لا هو مظبوط قوي كده. كان عندي بقى حبة لوز محمرين كده رحت حطاهم، بس هم في السعودية بيحبوا يحطوا عليه البصل المحمر اللي هو عندنا احنا بنقول عليه بتاع الكشري. وادي كده طبق سلطة الدقوس. بصوا بقى يا جماعة، صينية خطيرة. يا رب تكون بقى الوصفة عجبتكم وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. كان معاكم لولا عامر.